يا أمة الإسلام أفيقوا من الغفلة والنسيان والغياب، لا تتكبروا على بعضكم واعلموا أنكم خلقتم من تراب. يا أمة تركت إخوانها يعذبون ويقتلون بلا استغراب. يا أمة بعدت عن دين نبيها ولهتها الناس بالألعاب. يا أمة تركت إخوانها لليهود يذبحون فيهم كالكلاب، وكما يقولون في لغتنا العربية أمة لا محل لها من الإعراب. أمة تركت أوامر ربها ونبيها الذي دعا في الذهاب وفي الإياب. أمة بالتخلف والغفلة أخذ منها عقلها بالإغصاب. أمة أصبحت المعاصي فيها كالدواء والطعام والشراب. يا أمة بكت المساجد من تركها فأغلقت لأننا تركنا الصلاة وكتبنا من الغياب. بلادنا أصبحت فقيرة لماذا؟ لأننا تركنا الزكاة يا أحبابي. نفوسنا معقدة لماذا؟ لأننا شغلنا باللعب والإطراب. أمراضنا كثرت لماذا؟ لأننا استهترنا بالصعاب. إخواننا في فلسطين الشقيقة دمروا وعذبوا بالنار كالشهاب. إخواننا في سوريا العفيفة رئيسهم يعذبهم يا لها من خراب. إخواننا في بورما والشيشان يذبحون ويحرقون بلا أسباب. إخواننا هؤلاء لماذا يعذبوا؟ لأنهم مسلمون ونحن لا استغراب. لأنهم مسلمون ونحن لا استغراب. أين أنتم يا رجال المسلمين؟ أين أنتم يا معشر الشباب؟ سمعنا كلام الغرب أمريكا، جاء رئيسهم وفتح الباب. جاء بين العرب لماذا؟ لكي يفرق بين دول الأعراب. وللأسف العرب صدقوه ولم يفهموا أنه كذاب. وبعد فترة جاء ثانية وأراد أن يجعل القدس عاصمة للكلاب. إسرائيل بلد اليهود، يا رب أنزل عليهم من العذاب. أخذوا أرض غيرهم، أرضا مقدسة ذكرت في الكتاب، فيها المسجد الأقصى الذي أصبح الآن موجود كالخراب. يا أمة نسيت ما قبلها من الأبطال والشجعان والهضاب. عمر وعثمان وخالد وعلي صحابة رسول الله يا أحبابي. صلاح الدين حرر الأقصى ونحن جالسون نظن أنها من الصعاب. لا والله لو قمنا جماعة نحرره بمشيئة الله يا أصحابي. إن عدنا لدين ربنا وتمسكنا بالسنة والآداب وفعلنا أوامر ربنا ونبيه وتركنا ما نهى عنه من الصعاب، نصبح والله أمة عزيزة بعد الذل والنسيان والخراب.